السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم عالم الأعشاب. شعرك بيه تساقط وتساقط كلش قوي، دورتي على علاج إلى زين مدى تحصلين. العلاج اللي تجيبينه يزيد عندك التساقط، مدى يوقع على العلة. تردين علاج من الأعشاب، ما تردين علاج يزيد التساقط، تردين علاج يقوي فروة الرأس ويقوي البصيلة. اليوم أقدم لك علاج أولا وأهم شيء للتساقط، ثانيا للحكة الحساسية الرأس، يعني يطول شعرك، يوقف التساقط، مفيد جدا للشعر. وهو أول شيء خلطة أعشاب، هاي شغلنا الخاص. طبعا احنا عندنا طاحونة بالمحل، هاي طاحونتنا، يعني احنا نطحنا بيدنا، شغلنا هذا 100%. الخلطة هاي مثل الحنة، يعني هاي مثل الحنة تخليها ولكن بدون لون، تقوي لك فروة الرأس، توقف لك التساقط، جدا ممتازة. ثانيا زيت كذلك عصرنا الخاص، زيت من خلاصة إكليل الجبل اللي هو هذا، أو روزماري، وبذور الكتان، اللوز الحلو، السمسم، والكثير من الزيوت المغذية للشعر. طبعا كل شغلنا الخاص، عندنا معصارة بالمحل نستخرجه بيدنا احنا، وهاي معصارتنا استخراجنا، يعني بيدنا نستخرج الزيوت 100%. يعني استخراج الزيوت بيدنا، مو مثلا زيت جاهز ونسوي، لا، كل الشغل بيدنا. اليوم هو خلطة أعشاب، من ضمنها الدباغ، الجفت، السدر، يعني خلطة مفيدة للشعر كلش. ثانيا مجموعة زيوت، من ضمنها زيت الروزماري، البذور الكتان، اللوز الحلو، والكثير من الزيوت المفيدة للشعر. ثالثا شامبو غصن الزيتون، اولا شامبو لتر، ثانيا للتساقط، يعني شامبو جدا ممتاز. اليوم عرضنا متوافر تساقط الشعر. تحياتي لكم عالم الأعشاب.